اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. وبعد غياب طويل رجعت من جديد، وهاد المره غادي نمشيو لمدينه الرباط، وبالضبط في الملاح. غادي نمشيو لواحد القصه او واحد القضيه اللي هزت الراي العام المغربي ديال واحد البنت اللي تعرضت للاغتصاب والتعذيب والقتل. وهاد القصه هذه من ابشع ما قد يرتكبه الانسان. تخيلوا معايا راجل غادي يشد واحد البنت وغادي يمارس عليها انواع ديال التعذيب وغادي ينهي حياتها بواحد الطريقه اللي بشعه. فما غاديش نسميك حيوان، لانه الحيوان فيه الرأفه والرحمه عليك. هاد القصه هذه او هاد القضيه هذه غادي نحكيها لكم بلسان الضحيه الله يرحمها. ما غاديش نسبق الاحداث وما غاديش نحرق المراحل، غادي تخليكم معايا لاخر الفيديو وما تزابيوش. لأول مرة غيدخل القناة أو ليشاهد الفيديو، فأنا كنقدم مواضيع مختلفة وقصص واقعية. ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك أي جديد. اكيد كلكم شفتوا الفيديو، واكيد بقى فيكم الحال، لانه حتى واحد ما يبغي يتعرض لهذا الشيء اللي تعرضت ليه. ومنين؟ من طرف اشخاص اللي كنت انا كنثق فيهم، من طرف شخص اللي كان لي السند والاب والاخ والصديق، وفي الاخير غادي ينهي لي حياتي بواحد الطريقه اللي ما انتظرتهاش منه وما توقعتهاش منه. اسم ديالي حنان، من مواليد 1984. تزاديت وكبرت في مدينه الرباط. كنتمي لواحد العائله اللي جد فقيره، متكونه من الام فقط. ملي عقلت على راسي وانا عايشه مع ميمتي. الاب ديالي طلق الام ديالي وانا صغيره. عشت في واحد الظروف اللي صعيبه بزاف بزاف. الام ديالي كتخدم في الديور باش كتعيشني. دخلتني المدرسه وقريت، ولكن للاسف ما كملتش قرايتي بحكم الظروف ديالي. ما قدرتش نكمل القرايه ديالي. وصلت 15 سنه جلست في البيت، جلست من المدرسه وجلست في البيت، والام ديالي كانت هي اللي كتخدم وكتجيب لي ما ناكل. حتى غادي يجي واحد السيد باش يطلب مني الزواج، كان كبير عليا، وفعلا تزوجت به باش نخرج من ديك الازمه ونخرج من داك الفقر اللي انا فيه. تزوجت به وانا في العمر ديالي 15 سنه، مازال صغيره، مازال في سن المراهقه، ولكن داك الزواج ما كملش. غادي تدوز واحد الفتره من زواجي وغادي نرجع للبيت عند الام ديالي، وهاد المره ما غاديش نرجع بوحديتي، غادي نرجعوا معايا وليد صغير ولدي. وهنا الام ديالي مسكينه غادي تبقى هزه الحمل ديالي وديال ولدي. قررت نخرج ندير شي حاجه، نقرا ولا نخدم ولا نتعلم شي صنعه. فعلا مشيت قريت الحلاقه، ولكن حتى هي ما كملتهاش. تمنيت حتى انا نقرا، اولا تمنيت حتى انا نتعلم شي صنعه ونكون راسي ونكون شي حاجه مهمه في المجتمع، ولكن للاسف داكشي اللي كنت نتمنى وداكشي اللي كنت نطمح ليه ما وصلتلوش. حتى غيجي واحد الايام اللي غادي نتعرف عليها على عبد الواحد المعروف بولد المراكشيه في حي الملاح. كان معروف بزناز وكيتاجر في المخدرات، كيبيع الشراب، كيبيع انواع المخدرات. كان حياته كامله في السجن. من نهار اللي تعرفت عليه وهنا حياتي عرفت راسي كنخسرها نهار على نهار. عبد الواحد كان كل شيء كيخاف منه، وكان حقار، كان كيحقر بزاف على البنات. البنت اللي شافها ديالو، انا وحده من دوك البنات. كان كيشوفني وكان تيدور بيا، ما كنتش بغيت له صراحه، ولكن كل مره كيجي عندي وكل مره كيتعرض ليا صافي هنا ربطت علاقتي مع عبد الواحد. الام ديالي ما بغاتش، ولكن صح عليا كنت كنمشي مع عبد الواحد. دازوا اعوام واعوام وانا مازال بعلاقه مع عبد الواحد، في علاقه رضائيه. كنقول اليوم يتزوج بيا غدا يتزوج بيا، ولكن العام اللي كنقرر انه يتزوج بيا كيتشد في الحبس، كيتشد مده طويله. وصراحه هادوك السنوات اللي كيتشدهم في الحبس انا عاد كنرتاح، عاد كنخرج وعاد كنشوف الدنيا وعاد كنشم الهواء. حيت ملي كيكون خارج السجن وكيكون حر طليق كنعرف المصير ديالي كيفاش داير. ضروري غادي يبقى شادني صحه وسد عليا وتحت الضغط، يسكرني، نشرب معاه، نكمي معاه، ندير معاه جميع الحوايج والعصا من الفوق.
يعني كان تيضربني نهار على نهار، كان ناكل العصا. والجيران اللي تما والحومه كل شيء عارفني مع عبد الواحد، وكل شيء عارفني كان ناكل العصا من عند عبد الواحد، وكل شيء عارفني علاقتي مع عبد الواحد. في سنه 2019 عبد الواحد غادي يخرج من السجن، وصافي قررنا ديك السنه اننا نتزوجوا، ولكن يبدل الطريقه ديال الحياه ديالو، ما يبقاش يبيع الشراب وما يبقاش يتاجر في المخدرات. في رمضان قلت نبدا معاه بواحد الطويبله ونديروا فيها الحريره والبيض مسلوق والحوت مقلي واللي قسم الله، وفعلا داكشي اللي درنا. درت واحد الطويبله ودرت فيها داكشي اللي قسم الله، وكل نهار ورزقه. ولكن عبد الواحد ما غاديش يتبدل، ضروري من العصا. في 27 ديال رمضان صافي هنا قررت نخوي، قررت نبعد. هزيت ولدي وهزيت الام ديالي ومشينا لمدينه سلا، مشينا عند خالتي ندوزو مع هذوك العواشر وندوزو معاها العيد. ملي وصلت عبد الواحد ما حبش من التليفون، كل مره كيصوني ليا. وهنا عبد الواحد راه كان تيوجد الفعله ديالو، كان تيوجد الجريمه ديالو، وانا ما كنتش عارفه، حيت غادي يوصلوا واحد الفيديو ديالي كنت كنهضر في عبد الواحد مع صحابه. ما عرفتش باللي كانوا كيسجلوني، وما كنتش عارفه باللي عبد الواحد كان تيوصي صحابه عليا ملي كان تيكون في الحبس، كان تيقول لهم حطيوها الا كانت كدير هاك ولا هاك، وكانوا كيوصلوا له اي حاجه. وانا جالسه مع دوك صحابه كانوا كيجبدوا لي لساني على عبد الواحد، وهضرت فيه، طعنت في الشرف ديالو، لانه في داك الحر ديالي وداكشي اللي دوز عليا، اي واحد يجي عندي يسولني على عبد الواحد ويسولني كي دايره علاقتي مع عبد الواحد، غادي نعاود له شنو دوز عليا. ناضوا هما سجلوني، واحد من صحابو سجلني وهز داك الفيديو وعطاه لعبد الواحد. عبد الواحد ملي غادي يشوف داك الفيديو غادي يقرر ينتقم مني بدون رحمه ولا شفقه. في الاول غادي يطلب مني نجي عنده، ولكن رفضت رفض تام. قلت له اخر مره غتشوفني واخر مره غتكون بيني وبينك شي حاجه. وبقى كيتحايل عليا، والو، الرفض. حتى غادي يهددني انه عارف دار خالتي وانه غادي يجي وغيشوهني. وهنا صافي قررت نمشي عند عبد الواحد، ومشيت، ويا ريتني ما مشيت داك النهار. خليت ميمتي ورايا وخليت ولدي، ما عرفتش بلي اخر مره غادي نشوفهم. وصلت لدار عبد الواحد حيت هو عايش مع الاخ ديالو عطيه بيت. فعلا وصلت عنده، لقيته اصلا سكران، ولقيته مواجد حتى الشراب ومخدرات. جلست وبقى كيشربني وكناكل لاصه، وجبد ليا الفيديو اللي كنت كنهضر في عبد الواحد، وكان جالس معنا واحد من صحابه. فعلا اعترفت، قلت له انا هضرت فيك، ولكن سمح لي. طلبت منه السماحه، وهو عاد ما زاد كيعذب فيا. وشفتوا الفيديو كيفاش كان كيضربني بدوك القراعي، وكيفاش كان كيعذبني بدوك القراعي، وصاحبه كيصور. طلبت وزاوقت في صاحبه، وباش جاوبني قال لي وانتي اللي بغيتي هادشي اختي حنان، انتي اللي وصلتي لراسك هاد الحوايج. وكيوثق في الفيديو وكيصورني بدون رحمه ولا شفقه. خوه كان معانا في الدار، وكان كيسمعني كنغوت، وكان كيسمعني كناكل العصا، وكان كيسمع عبد الواحد كيقتل فيا. شنو كان تيدير خوه؟ كان كيزيد في الموسيقى بحال اللي ما كاينه حتى شي حاجه. حتى لواحد اللقطه غادي يدخل عليا خوه وغادي يلقاني جثه هامده ومغطيه بواحد ليزار، وهنا غادي يطلب من عبد الواحد يخرجني من هذاك الدار. وفعلا عبد الواحد غادي يهزني وغادي يرميني في الزنقه وغادي يكمل عليا، والجيران وكل شيء كيشوفني كناكل العصا كيشوفوه كيقتل فيا. حتى غادي يدخل واحد السيد هو اللي غادي يعيط للشرطه وغادي يعيط للاسعاف تجي. وهنا غادي تسالي قصه حنان، وهنا غادي تسالي نهايه حنان. سمعتوا قصه حنان باللسان ديالها، وهنا غادي نكمل لكم الاحداث كيفاش شدوا عبد الواحد وكيفاش شدوا دوك المجرمين وشحال عدد المجرمين اللي ارتكبوا هاد اللي صارف بالجريمه ديالو. ما نكر حتى شي حاجه وما ندم حتى على شي حاجه. وبعد بحث كذلك في هذه القضيه غادي يشدوا السيد اللي كان صور الفيديو وقام بالنشر ديالو حتى ولات قضيه راي عام، العالم كامل شاف داك الفيديو. السيد اللي صور الفيديو ما نكرش حتى هو، قال لهم انا كنت معهم في داك النهار، ولكن خرجت قبل ما تكون حنان، قبل ما يضربها ولا قبل ما يقتلها ولا قبل ما ينهي الحياه ديالها. غادي يمشي لواحد القهوه وغادي يجبد داك الفيديو وغادي يعطيه لواحد 4 ديال الاشخاص، ودوك 4 ديال الاشخاص غادي ينشروه بيناتهم وغادي ينشروه في الواتساب، وغادي هادوك 4 حتى هما شدوهم في هاد القضيه هادي. ومن بعد غادي يشدوا
اخ المجرم لانه صاحب البيت، وغادي يشدوا الاخت ديال المجرم. صراحه بين قوسين ما عرفتش علاش شدوا الاخت، لانه على حسب كل الناس وشنو كتقول، على حسب الشهادات ديال الناس، كل واحد وشنو كيقول. كاين اللي كيقول راه كانت حاضره ديك الليله وعارف وجات وشافت حنان كلات العصا وشافتها كتاكل العصا وما دارت حتى شي ردة الفعل، ما بلغاتش البوليس ما حتى حاجه. وكاين اللي كيقول ما نعرف، يعني ما شافتش، غير جات دارت دوره ولكن مشات. ولكن في كلتا الحالتين هما عارفين حنان كتاكل العصا، وعارفين داك النهار السيد حالف على حنان. وفي نهاية البحث في هذه القضية هذه غادي يكونوا عدد المجرمين 8، على رأسهم ولد المراكشية والأخ ديالو اللي غادي ياخذوا أقصى العقوبات. عبد الواحد غادي يتحكم بالإعدام، والأخ ديالو غادي يتحكم ب20 سنة لأنه صاحب البيت وما بلغش، والأخت ديال المجرم غادي تحكم ب5 سنوات. هذه بين قوسين ما عرفتش علاش خدات 5 سنوات. السيد اللي نشر الفيديو وكان حاضر اثناء وقوع الجريمه ومني كانت حنان كتاكل العصا خدا 5 سنوات. في الحقيقه هذا المجرم هذا هو كان خاصو على الاقل ياخذ حكم هو قاسي، لانه كان حاضر ووثق الجريمه، ولكن المحكمه لها راي ديالها. اما 4 الاشخاص اللي متبقين غادي يتحكموا ب20 سنه، غادي تفرق عليهم كاملين لانهم قاموا بنشر الفيديو، يعني على حسب خداو 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات الواحد. وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو، وبغيت هذا الفيديو هذا يكون عبره لاي بنت. حياتك اختي غاليه، ونفسك خاصها تكون عزيزه، وما ترخصيش راسك لمن هب ودب. عرفتي الكرامه والعزه راه ما كيتشراوش. انا ما نرخصش راسي لواحد اخر ما يستاهلش. انا حياتي ما كتوقفش حتى عند شي واحد. حنان الله يرحمها يا ربي ويوليها برحمة الله ويجدد عليها الرحمات ويرحم جميع المسلمين. وصلنا النهاية ديال هذا الفيديو هذا، ما تنساوش تخليوا الآراء ديالكم في التعاليق. إلى اللقاء ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.